اهلا بيكم في ثالث حلقات التاريخيه اللي بنقول بيها تاريخ انديه مصر. وطبعا انا اول حلقه ليا عملتها كان مين الثلاث فرق المصريه اللي غلبوا الاهلي 6-0، وكانت حلقه جميله كده، وعرفنا ان نادي الزمالك ونادي الترام ونادي السكه الحديد، وقلنا بالصوت والصوره وبالتاريخ. اما الحلقه الثانيه فكانت سفر نادي الاهلي لدوله فلسطين ولعبهم مع انديه يهوديه اللي هو بيطار تل ابيب، وقلنا ان المباراه دي كانت يوم 28/8 1943 مش 44 كاس مصر، وان هما لعبوا المباراه دي بعمله 110 املات و220 املات، والناس عشان ما تقولش يعني ايه املات حطيت لهم العمله الفلسطينيه اللي كانت تعتبر التذكره بتاعه النادي الاهلي اللي هو كان نجوم القاهره مع بيطار تل ابيب. وجبنا كمان خطاب رسمي طالع من احمد حسنين باشا رئيس النادي الاهلي للملك فاروق، وبيطلب منه باعفاء عن شطب لعيبه الاهلي يوم 19/9/1943. وبناء عليه جبنا صور اللعيبه اللي لعبت المباراه، وكان من ضمنهم صواف كابتن النادي الاهلي، معاه مختار التتش، معاه كسار، معاه امين شعير. الانديه دي كلها اللعيبه دي كلها كبار في السن، هم اللي راحوا لعبوا في دوله فلسطين مع نادي بيطار تل ابيب ومنتخب القدس، ولعبوا مباراه ثالثه مع بن حيفا. وذكرنا الانديه دي. النهارده عايزين نذكر كده تاريخ أندية مصر، وطبعا الأهلي تاريخ كبير فهنبتدي بيه، مش عشان زملكاوي ما تقول لي فريق نادي الزمالك هقول لك تاريخ نادي الزمالك، بس نبتدي بتاريخ نادي الأهلي. ومعلومة قبل ما نبتدي بتاريخ نادي الأهلي، أقدم نادي في مصر هو نادي الجزيرة اللي كان تحت احتلال الإنجليزي بسنة 1882. بعديه نادي السكندري. نادي السكندري ده اللي بيركب دلوقتي بنادي سبورتنج، كان بيتقال عليه نادي اسكندريه، وفي ناس كانت بتقول عليه نادي السكندري، لكن هو في وقتنا الحالي نادي سبورتنج 1890. بعديها نادي الاولمبي نادي السكه 1903. بعديها النادي الاولمبي 1905. والمفاجاه ليكم ان النادي اللي قبل النادي الاهلي هو نادي الاتحاد السكندري اللي اسسه حسن اسماعيل الملقب بحسن رمزي 1906. ولما اجتمع بأندية أو مختلط أندية اسكندرية وتسمى الاتحاد السكندري، ودي قصة تانية، كان سنة 1920، لكن بداية الاتحاد السكندري 1906. بعديه النادي الأهلي بعقد إيجار لسليم بيه أبو صالح سليم سنة 1907 بتاريخ 24/4/1907. يأتي بعديه نادي الزمالك 1911 يوم 5 يناير ومؤسسه جورج مسباخ. انا كل نادي قلت لكم اساميهم، وطبعا النادي الاسماعيلي محمد مرتضى مرسي، وبعديه نادي المصري نادي الاسماعيلي اتعمل 1920 وتأسس باسم نادي الاسماعيلي 1924. قبليه كان نادي المصري 1919 وتأسس رسميا باسم النادي المصري تحت قيادة مؤسسه أحمد حسني بيك 1920. بس كل الأندية دي احنا قلنا أسمائهم إلا النادي الأهلي قلنا تاريخ إيجار. ففي ناس كانت بتقول لك إن عمر لطفي هو مؤسس نادي الأهلي. حد فيكم يعرف عمر لطفي اتولد إمتى؟ طب مات إمتى؟ طب دخل نادي الأهلي إزاي؟ طب إيه علاقة عمر لطفي وإدريس راغب المنشئ الاجتماعي نادي الاهلي، والارض اللي هي باسم سليم بيه اللي واخدها من منية الجزيرة اللي كانت زمان اسف اللفظ سوق بهايم، وتأسست باسم منية الجزيرة كاستصلاح زراعي لسليم بيه حق انتفاع 99 سنة. طب ايه علاقة تعيين ميشيل انس على حتة الارض دي لمدة 10 اشهر؟ في وثيقة انا هحطها لكم دلوقتي، هي دي سبب تأسيس النادي الأهلي كنادي اجتماعي 1907 قبل ما يكون نادي رياضي 1913 بتأسيسه لأبو الكرة المصرية حسين حجازي اللي أنا أتشرف بيه. انتظروني لحلقة بالوثائق والأدلة على تأسيس النادي الأهلي. ومعلومة قبل ما أختم،
وعمر لطفي ده محدش اخترعه الا بعد وفاة صالح سليم سنة 2008. والاغنية الشهيرة بتاعتهم اللي هو عمر لطفي محامي قدير ومختار التتش حارب الملك وفلسطين شرف ليوم الدين، الاغنية دي كانت في 2008 بعد وفاة صالح سليم. ايام صالح سليم لو حد طلع قال مؤسسنا عمر لطفي كان قال له لا يا ابني، الارض دي بتاعت ابويا، واللي اول واحد دخل عليها كان ادريس راغب مؤسس النادي الاهلي اجتماعيا 1907 بوثيقه اللي قدامكم دي 26/5/1907 لانشاء شركه النادي الاهلي. انتظرونا تاريخ النادي الاهلي بالوثائق وبالادله.